منه أخلي سبيله وإليه عاد بمظهر جديد. مبارك ومعه نجلاه والعدلي ومعاونوه الستة. ففاتورة شهداء يناير لم تسدد بعد، وأحداث ثورة 30 من يونيو الماضي كشفت أبعادا جديدة للقضية استند إليها محامو المتهمين. الأحداث التي حدثت في بعد ثورة 30 يونيو نفس الصورة كربونية، نفس الصورة الكربونية اللي حدث يوم 28/1. ذاكرة الشعب المصري لا تنسى نفس المخطط ونفس طريقة الدخول ونفس استخدام الأسلحة وحتى المولوتوف وحتى الخروج بجماعات صغيرة لاقتحام، محاولة اقتحام الأقسام، ولكن هذه المرة كانت الشرطة والجيش يدا واحدة فاستطاعت أن تحبط أثر هذه المحاولة مرة أخرى. وعلاوة على قضية وادي النطرون وهروب المساجين بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي، والتي كشفت عن تورط عناصر أجنبية في إحداث الفوضى، فقد استند محامو المتهمين إلى أحكام البراءة في باقي محافظات مصر كدليل على عدم تورط الشرطة. وثبت من خلال الدفاتر التحقيقات أن الأمن المركزي لم يكن تسليحه سوى الغاز. معنى ذلك انقطع ركن أو صورة من صور الاشتراك اللي هي التحريض والاتفاق والمساعدة. بناء على ذلك ده يخدم عليا، لاني لا يمكن باعتبار المتهم بتاعي هو رئيس الامن المركزي على مستوى جمهوريه مصر العربيه، مش معقوله هيبقى تعليماته مجزأه، هيدي الواحد تعليماته بتاع دي تعليمات عامه كانت موحده، يقطع بذلك المستندات اللي احنا طلبناها. رئيس المحكمة رفض إخلاء سبيل العدل لعدم استنفاذ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأمر بتشكيل 3 لجان لإعداد دراسات حول قضايا الفساد المالي. في قضية القرن ما أخفته الأوراق كشفته الأحداث، فثورة 30 من يونيو وبحسب دفاع المتهمين لم تطوي فقط صفحة من تاريخ مصر، ولكنها أزاحت الستار عن أدلة كانت تقدر بالأمس بالمال وأصبحت اليوم متاحة بالمجان. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود سامي أوراني، أستاذ القانون الجنائي جامعة حلوان. دكتور محمود، بداية يعني نود